حتى إنه قال أسامة بن لادن الشيخ بن باز في النقاش، قال ليش نحن ما نقطع علاقتنا مع الدول الأوروبية والدول الكافرة؟ فقال الشيخ بن باز النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب رسائل، وكان من ضمن رسائله، حتى انظر لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن رسائله كان يكتب من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، ويكتب رسالة ويكتب فيها ويقول إلى عظيم الفرس، سماهم عظماء يتألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن باز لأسامة هذا كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام، كان التعامل مع من؟ مع هؤلاء الكفار، مع هؤلاء المشركين، كان يتعامل معهم ويخاطبهم حتى في رسائله بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب اللهين اللين، لعله يتألف قلوبهم، لعلهم يرجعون ويدخلوا في دين الله عز وجل. ثم قال الشيخ بن باز ويجوز أن حكام المسلمين يتعاملوا مع الدول الأوروبية ومع دول العالم بالمخاطبة التي هي أحسن، وتبادل السفراء، والصداقة بينهم، والاحترام المتبادل بينهم، وأن يكون بينهم تفاهم في الأمور التي تخدم المسلمين. هذا كلام الشيخ بن باز له، حتى إنه احتار، قال يا شيخ ولكن يعني هؤلاء كفار. فقال الشيخ بن باز أنا بعطيك مثال، يقول الشيخ بن باز له، قال وش رايك لو يقول لك رجل بأن الرسول عليه السلام جاءه مسلم هارب من كفار قريش، هارب وهو مسلم من كفار قريش يعذبونه يضربونه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا رجعوه إلى كفار قريش، رجعوه، يعني ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيك؟ قال أعوذ بالله هذا لا يفعله رسول الله ولا يمكن يفعله. قال الشيخ بن باز يا أسامة أنت ما عندك علم. صلح الحديبية لما وقع النبي عليه السلام معاهدة مع كفار قريش وبينهم يوقعون المعاهدة، جاء الصحابي الجليل أبو جندل ابن سهل، جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو إلى النبي عليه السلام وهو مقيد ويصيح ويقول يا نبي الله أنا هربت من الكفار، هربت من الكفار، لأن هرب منهم، كانوا يعذبون هرب منهم. فقال سهيل بن عمرو يا محمد أعطني هذا، يعني أعطني من؟ أبو جندل. فسلمه له النبي عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم سلم، لماذا؟ لأن بينه عهد وميثاق مع هؤلاء المشركين، حتى أن أبو جندل رضي الله عنه كان يصرخ بأعلى صوته وصاح، والرسول يسمع والصحابة يسمعون، وكان الرسول عليه السلام يقول له يا أبا جندل اصبر واحتسب، إننا قد عقدنا مع القوم صلحا وعهدا فلن نغدر بهم، لن نغدر بهم. هذا مع من؟ مع كفار، مع مشركين. رفض الرسول أن يغدر أو يخون هذا العهد أو يخل بفقرة من فقرات العقد هذا. ثم أبو بصير، يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه يخاطب أسامة في هذا النقاش، قال وأبو بصير رضي الله عنه هرب من كفار قريش، فلما دخل على النبي عليه السلام يريد إيش؟ أن يلجأ إلى النبي عليه السلام، فإذا اثنين من كفار قريش يدخلون قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، يعني عطنا هذا أبو بصير الصحابي. فقام النبي عليه السلام فسلم أبو بصير إلى كفار قريش الاثنين وأخذوه وذهبوا به. مش ظنك لو يفعلها أحد الحكام الآن ايش يقولون له؟ يقولون خائن، يقولون هذا يحب الكفار أكثر المسلمين. هذه فعلها النبي عليه السلام لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين. فعلها النبي عليه السلام ليش؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
هو بعد ما سمعها من الشيخ بن باز قال يا شيخ أنا أستغرب، يعني أستغرب أن هذه القصة صحيحة وموجودة. قال الشيخ بن باز هذه موجودة، لكن أنت يا أسامة ليس عندك علم، فالواجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي وتقرأ كتب أهل السنة والجماعة حتى تعرف الأحكام الشرعية. ولا هو استغرب القصة هذه، استغربها حتى أني قال سوف أرجع لها، سوف أرجع يعني أبحث عن هذه القصة وكذا. فبين له الشيخ بن باز هذه موجودة في كتب حتى السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام. لأني أذكر أن بن لادن، أسامة بن لادن، جاء بعد صلاة الفجر، كنا جايين من درس في الجامع الكبير في يوم خميس، فطبعا هذا كان في عام 1410، فكنا جايين، وكان طبعا يوم الخميس والجمعة تعرف بعد الفجر الناس إجازة كل النائم ما في حركة. فجاء ومعه مجموعة أشخاص فسأل، فقال الشيخ بن باز يا شيخ عبد العزيز أنت عالم الأمة وأنت رجل لك كلمتك والعالم كلهم يتعطشون لكلامك، ولكن يا شيخ أنت أسلوبك مع الحكام ومع الزعماء ومع ولاة الأمر أسلوب ليس فيه صدع بالحق وليس فيه قوة وليس فيه إثارة. فقال الشيخ بن باز النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده. انظر كلام الشيخ بن باز، يقول كلام النبي عليه السلام ومنهج السنة والجماعة أن الذي يريد أن ينصح السلطان أو الحاكم أو الملك أو الأمير أو المسؤول ما يأتيه أمام الملأ ولا على منابر ولا في المحاضرات ولا الدروس ولا الإعلام، لا، يأتيه فيما بينه وبينه ويتناقش معه. هكذا قال الشيخ بن باز لأسامة بن لادن، يحذره من هذا الكلام. ثم قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه لبن لادن، قال وأن الصحابة والسلف الصالح كانوا ينصحون ويسترون ولا يفضحون، لأن المؤمن ينصح ويستر، والمنافق ينصح ويفضح. فكان الشيخ بن باز بين هذا الطريق، بين هذا المنهج، حتى أن أسامة بن لادن قال يا شيخ طيب الكفار، يعني وجود الكفار الآن في بلاد إسلامية ووجود الكفار هنا في المملكة العربية السعودية، فقال الشيخ بن باز نعم، النبي عليه السلام تعامل مع اليهود في المدينة معاملة طيبة وخاطبهم بالتي هي أحسن وباع واشترى معهم وزرى مريضهم، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على أي أحد من الكفار المعاهدين الذين جاءوا بأمر من الحاكم ودخلوا في هذه البلاد. فالواجب أن نخاطبهم بالتي هي أحسن ونجادلهم بالتي هي أحسن، وأن نبين لهم الإسلام بصورة التي أمر بها ربنا عز وجل وأمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا النقاش حصل مع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله مع المارد أسامة بن لادن، حتى أنها قال الشيخ بن باز قال وعمر بن الخطاب يا أسامة، عمر بن الخطاب وهو أشد الصحابة كان عنده كاتب يهودي يكتب له الرسائل، وهو خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يكتب له الرسائل، حتى يقول الشيخ بن باز جلس عنده 6 سنوات. لما جلس عنده 6 سنوات قال له عمر بن الخطاب ألا تسلم؟ قال يا أمير المؤمنين لا أريد الإسلام. فقال له عمر بن الخطاب لا إكراه في الدين، يعني احنا ما نكرك في دين الله عز وجل. هذا الصحابة، يعني هل نحن أفقه من الصحابة؟ هل حنا أكثر غيرة من النبي عليه السلام والصحابة؟ هل نحن أحرص من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لنصرة الإسلام ونصرة الدين؟ لا والله. ولكن هؤلاء أخذوا أفكارهم من أناس ثوريين غلاة متشددين، وكما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.